السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن احوال. كل سنة وانتم طيبين. طبعا بقى يا حبايب قلبي كنت بنضف الفريزر النهاردة. فطبعا لقيت تلات قطع كده بلاميطة كنت عاملاها معاكم قبل كده في فيديو قبل كده. فقمت رايحة جايبة عليها كيلو، اللي هو كيلو قمرة. طبعا بقى واعملها صينية بطاطس. طبعا زي ما انت شايفة كده، دي القمرة ودي معايا بلاميطة. طبعا جبت الكيلو القمرة، مسكته نضفته وغسلته بالليمون وقطعته قطعت الواحدة اتنين. طبعا بقى مقطعة بصل، ومقطعة فلفل بارد على فلفل حر، ومقطعة بطاطس طرنشات زي ما انت شايفة بالشكل دوت كده. ومعايا بقى طبعا زي ما انا قلت لكم في فيديو قبل كده ان على طول الصلصة بتاعتي ممنعهاش من التلاجة او من الفريزر. طبعا هتلاقيني مثلا لو انا جايبة 4 كيلو طماطم كده، يعني اخد اللي هي المستوية شوية، واللي تتبقى مني تيجي تلاقيها استوت كده، اقوم أنا رايحة ماسكاها ضربها في الخلاط، واقوم رايحة مصفياها، واقوم رايحة عاملاها صلصة. فطبعا بقى جبت الصينية بتاعتي الحلوة الجميلة ديت. طبعا وحطيت فيها قيمة معلقتين زيت. طبعا بقى وكنت مقطعه البصل بتاعي ناعم كده. مسكته اهوت، حمرته ونزلت عليه بالفلفل البارد. طبعا بقى لو حمرته اهوت، يعني محمرتوش قوي يعني وكده. فطبعا بقى الصلصه بتاعتي دي كانت مسبكه عندي في التلاجة. فطبعا بقى بعد ما خلاص البصل والفلفل اتبل، هنزل عليهم بالصلصه زي ما انت شايفه بالشكل دوت كده. عايزه اقولك اللي ما اشتركش معايا في القناه يشترك معايا وتفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وتحط لايكاتك الحلوه الجميله. طبعا بقى جبت معلقه قرفه. طبعا انا بحب القرفه بتاعتي في جميع اي اكل. بحب القرفه قوي. طبعا وجبت معلقه كزبره، ومعلقه كمون. طبعا بقى وهسيب برضو التسبيكه، يعني تسبيكه مش عندي معايا هي. طبعا عشان ان انا حطيت بصل وفلفل، لازم ان انا اسبكها شوية لما تنشف معايا كده، تكون البصلات والفلفل ياخدوا ياخدوا من الصلصة وكده. ما شاء الله، بألف هنا وشفا يا رب على ياكل. طبعا بقى وهسيبها تسبك كده شوية مع نفسها. وبعد ما تسبك خلاص بجيب البطاطس بتاعتي وارصها كده في الصينية، واحدة جنب واحدة كده. اه زي ما انت شايفاني بالشكل دوت. طبعا انا مقطعاها حلقات كده، ولا تخينه قوي ولا رقيقه قوي. طبعا هرصها كده واسيبها برضو لما تستوى. بعد ما تستوى كنا اني مسكت السمك بتاعي قليته، واقوم رايحه رصاه في قلبها. طبعا هو جبت الطاسه برضو وحطيت فيها الزيت لما اتقدح. طبعا وقمت رايحه جايبه السمك، تبلته في الدقيق. وبعد كده بحمره. وبعد كده مسكته. بس لازم البطاطس تكون استوت الاول في الصلصة. وبعد كده انت بتحمري السمك، وبعد ما تحمري خلاص تكون البطاطس استوت، دخلت في السوية يعني. تقوم انت رايحة جايبة السمك، مقطعاه جايباه كده رصاه واحدة جنب واحدة، زي ما انت شايفاني بالشكل دوت كده اهو. ما شاء الله، واحدة جنب واحدة. وطبعا بقى بجيب معلقة كده واحط على كل سمكية كده نقطة صلصة، دعاكة بالصلصة كده، عشان طبعا ان انا هدخلها الفرن برضو تحمر تاخد لون من الفرن. ما شاء الله، عايزة اقولك كان الطعم بسم الله ما شاء الله، بألف هنا وشفا يا رب على اللي ياكل اهو. إيه طبعا بقى وتدخل الفرن بقى تحمر. ما شاء الله. وبعد كده بقى طبعا همسكها بقى، طبعا هرص هغرفها كده في الاطباق. طبعا ودي فطار النهارده يا جماعه يا حبايب قلبي. قولوا لي ايه رايكم بقى في الفطار بتاعي. طبعا كنت عامله سلطه على خيار، وكان معايا طبعا عامله رز ابيض، وادي البطاطس وادي السمك ما شاء الله، وادي المخلل بتاعي اساسي والشيبسي والعصير.